السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده بقى هنعمل قرص تحفه جدا للفطار وللعشاء، وهتحشيها اي حشوه عندك هتنفع وتبقى جميله جدا. بصوا بقى المقادير اللي عندي النهارده. عندي كيلو دقيق، تمام. عندي كوبايه سمنه على زيت او زبده على زيت. عندي ربع كوبايه ميه اللي هحط فيها الخميره عشان اختبرها. عندي كوبايه زبادي طبعا عاملاها في البيت او ممكن تجيبها من بره عادي براحتك. عندي 3 كوبايات لبن بودر، معلقتين قشطه لو متوفر، مش متوفر خلاص عادي مش مشكله. عندي كمان كيس بيكنج باودر، معلقه ونص خميره اللي هنحطها على الميه الدافيه دي، تمام كده. وهنحط رشه ملح، معلقه ونص سكر، ودي كوبايه ميه دافيه للعجن. تمام كده، المقادير سهله جدا مفيهاش اي حاجه خالص. يلا بقى نشتغل مع بعض. اول حاجه كده هجيب ربع كوبايه ميه دي، هحط فيها معلقه ونص خميره ومعلقه ونص سكر عشان اختبر الخميره بتاعتي، عشان تفور لحد ما انا ابتدي اشتغل باقي المكونات. احط كده معلقه ونص خميره، واحط معلقه ونص سكر. هقلبهم بقى كويس. الحاجه اللي انا هشتغل بيها او المكون اللي انا هخلص منه هركنه على جنب عشان بس محدش يتلخبط. تمام كده، انا كده اخدت الخميره واخدت السكر عشان بس ما تلخبطش او حد يتلخبط ويحط مكون تاني زياده. هقلب بقى الخميره كويس بالسكر كده، وهسيبها بقى على جنب لحد ما تختمر كده وتعمل فوم وتعلى معايا في الكوبايه. هسيبها بقى هنا كده على جنب لحد ما تختمر كده. اكون انا الدقيق بتاعي هضيف عليه رشه ملح، ادي رشه ملح اهي. هضيف 3 معالق لبن بودر، وهحط كيس بيكنج باودر. نمتزج كده مع بعض، وهضيف باقي المكونات غير القشطه اللي قلت لك لو متوفرين عندك، مش موجودين خلاص مش مشكله. ده وش اللبن على فكره عادي يعني. وهحط كمان كوبايه الزبادي اللي انا عاملاها في البيت. بصوا يا جماعه زبادي البيت. وهحط كمان كوبايه اللي هي زيت على سمنه، او ممكن تعملي كمان ميكس زبده على زيت على سمنه حسب متوفر عندك. وكمان بصوا بقى كده الخميره عندي خمرت وبقت جميله ازاي. طبعا كده هي شغاله وناجحه جدا. انا يا دوب حطيت ربع كوبايه ميه مع السكر والخميره وسبتها شويه لحد اما اشتغلت معاكم كده، كانت ما شاء الله عليت وكده تمام. انا كده هشتغل وانا مطمنه ان مثلا ما اخافش ان الخميره ما تكونش شغاله والعجين بتاعي يبوظ. عجن بقى القرص دوت سهل جدا، ما بيحتاجش عجن كتير ولا حاجه. انا يا دوب بلم المكونات كده بتلاقي العجينه لمت معاكي بسرعه جدا. وكمان انا كنت محضره كده كوبايه ميه دافيه عشان اعجن بيها، ويا دوب بس اخدت تقريبا نص ساعه واقل من نص ساعه كمان، والعجينه لمت بسرعه. ميزه بقى القشطه اللي بتحطيها في العجين بيخلي العجين طري جدا. وعلى فكره ممكن تزودي في كميه القشطه وتقللي في كميه الزيت والسمنه، لان طبعا القشطه او وش اللبن عامه هو عباره عن سمنه، يعني ماده دهنيه. بصوا بقى كده بوريكم ايديا، العجين مش ملزق خالص، طري جدا ناعم قوي. القشطه بجد تحفه جدا في المعجنات، بتخلي العجين وبالذات القرص حاجه تحفه. انا هنا كنت خلصت كده وعجنت كله تمام. دخلت بقى العجين عشان يخمر. انا كنت مستعجله عليه فمش هسيبه، مره كنت سبته في المطبخ عادي كان هيخمر، هو الجو حر الايام دي. بس انا دخلته في الفرن كده، دفيت الفرن شويه وسبته في الفرن حوالي نص ساعه. كان ما شاء الله عالي كده وخمر وبقى جميل. وعلى فكره انا غيرت البوله لان حسيت ان الكميه ما شاء الله كبيره، فغيرت البوله حطيت في بوله اكبر. بصوا بقى انا كده هغطي العجين عشان الوش بتاعه ما ينشفش، وهبدا ان انا اقطع العجين كده على شكل كور، يعني على حجم القرصه اللي انت عايزاها بقى. يعني ممكن تعملي في حجم الليمونه الكبيره كده او اكبر شويه. انا عن نفسي مش هعمل كله حجم واحد، يعني هعمل تقريبا جزء كده او نصه مثلا حجم كبير ونصه هعمله حجم صغير، لان عشان لو هتدي اطفال او حاجه زي كده يبقى القرصيه على قد ايديهم. وكمان انا ما شاء الله عامله كيلو دي، فالكميه دي مش ليا كلها لوحدي، يعني مش لبيتي لوحدي، لا انا هعمل كمان لحبايبي اللي حواليا هديهم القرص دي. فيعني ما شاء الله انا عامله كميه كبيره عشان انا عامله حسابي ان انا هدي منها حبايبي، عشان كده انا هعمل منها احجام مختلفه، يعني هعمل كبير وهعمل صغير. كده انا خلصت الكميه كلها الحمد لله اللي معايا، كورتها كلها بحيث ان انا اسحب كوره يا دوب اعملها كده بايدي زي ما انتم شايفين، ابططها كده بايدي او افردها فرده كده بسيطه، واحطها في الصينيه. مش محتاجه بقى نشابه ولا اي حاجه لان هي حجمها صغير. الصينيه بقى دي اللي انا هعملها اول واحده، دي هعملها من غير اي حشوات خالص، هعملها ساده. دي انا عاملاها ليا انا في البيت، من غير اي حشوه، ان انا ساعات بحب كده القرص مع كوبايه شاي باللبن او كوبايه شاي ساده، وهي ساده خالص ما فيهاش اي حشوه. فحلوه جدا. كمان عملتها حجمها ما يكونش تخين قوي، لان انا عايزه اعمل منها
انوع يعني، اعمل منها قرص طريه قوي وقرص تبقى فيها سنه قرمشه كده او سنه تحميصه شويه. فاول صينيه دي اللي كانت رقيقه شويه او رفيعه شويه، هي دي اللي انا عاملاها عشان تبقى فيها قرمشه. الصينيه بقى التانية الحلوه دي، انا دي هعملها بالجبنه زي ما انتوا شفتوا. فردت كده الكوره، بفردها كده ببططها بايدي، وبحط فيها الجبن او اي حشوه انت عايزاها. ممكن تعملي على فكره حشوه جبن على زيتون، على مثلا جبنه موتزاريلا، على قطع لانشون، اي حشوه عندك موجوده ممكن تعملي بيها. وبعدين بقفلها كده تاني زي القطايف، بس بقفلها كده على شكل دايره، مش القطايف كده الشكل الطويل ده، لا شكل دايره كده. وهي العجينه طريه جدا، وتحس انها مطوعاكي كده، اللي يعني بتعملي فيها اللي انت عايزاه، بتتشكل معاكي اي تشكيله. زي ما انتوا شايفين اهو بقفل كده. بص التقفيله انا بوريكم كده كذا واحده، بحيث ان البنات الصغيرين او الناس اللي لسه بتتعلم تشوف برضو كده الحاجه وانا بعملها بالراحه. وكلنا على فكره بنتعلم من بعض، يعني محدش عارف كل حاجه، كلنا بنتعلم من بعض. ربنا ينفعنا ببعض يا رب. لو لاحظتوا ان انا الاول كده شغاله بحجم صغير، يعني الحجم ده اللي هو يبقى للاطفال، اللي هو بعمل قطعه واحده او كوره واحده ببططها واحط فيها الجبنه واقفلها. ان حبايبي برضو اللي هوديهم القرص دي عندهم اطفال، فيبقى في كده رضينا الكبير والصغير، في كبير وفي صغير. الصغير كده يدوه الاطفال يفطروا بيه او يتعشوا بيه، يبقى حلو قوي، حاجه مفيده وحاجه مغذيه بقى، قشطه وزبادي ولبن وكل حاجه فيها حلوه. الناس الكبيره بقى هعمل بقى القرص اللي هي طبقتين في بعض. ازاي؟ هجيب كده كورتين من العجين وهبططهم زي ما انتوا شايفين كده، وهدهن الجبنه في النص، وهحط الطبقتين هلزقهم في بعض. وانا قلت لكم ان العجينه طريه جدا فتلزق بمنتهى السهوله. كده حسيت ان العجين مختلف شويه، احسن ما اجيب قطعه عجين كبيره واحط فيها الجبنه واقفلها على بعضها. حسيت كده هيبقى احلى، وهتبقى رقيقه اكتر ما تكون العجينه كبيره كده او تخينه من جوه، فهتبقى مش حلوه. فهعمل كده قدامكم واحده تاني. فردت اهو قطعتين او الكورتين اللي انا مكوراهم، وهحط بقى الجبنه. بصي اي حشوه عندك ممكن تنفع. على فكره ممكن برضو لو ساده والله بتبقى جميله، ممكن انت تعمليها ساده ولما تيجي تاكليها تدهني عليها مثلا جبنه، او تاكليها مثلا مع الشاي او تاكلي بيها اي حاجه. فبتبقى جميله قوي بصراحه في الفطار وفي العشاء، للناس اللي بتزهق من روتين الفطار وروتين العشاء، حلوه قوي. للناس كمان اللي عندها اطفال صغيره ومثلا بتنزل او بتخرج او عندها مشاوير، او على فكره كمان في السفر بتبقي مثلا محتاجه حاجه معاكي في الشنطه او في علبه كده في شنطتك، محتاجه حاجه سريعه ياكلوها الاولاد في الطريق، يفطروا بيها مثلا لو انت عندك مشوار الصبح بدري. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا، بدل ما تجيبي حاجات من بره وتجيبي كيك بقى وبسكوت من بره وحاجات كده ومواد حافظه وكده، ما بتبقاش حلوه على الفطار الصبح، تنزل معدتهم اول حاجه. فاعملي الحاجات دي دايما وخليها عندك في الفريزر. اهم حاجه اول ما تخلصي الحاجه وتطلع من الفرن وتبرد دخليها الفريزر، هتستخدمي منها هتطلعي منها بالطلب هتبقى كأنها لسه معموله طازه. بصوا بقى انا هعمل بقى الصينيه دي بالشوكولاته، دي بديل النوتيلا، هتبقى تحفه. انا كمان عاملاها للاطفال عشان كده تغيير عن الجبنه بقى، ما يحسوش ان دي قرص وجبنه وكده، لا يحسوا ان دي حاجه حلوه. فزي ما انتوا شايفين هعمل برضو اللي هي طبقتين، مش هعملها طبقه واحده، هعملها طبقتين. وهبقى مميزه برضو القرص اللي هي محشيه جبنه عن اللي محشيه شوكولاته عن الساده خالص. اللي هي ساده خالص دي اللي كانت عملتها اول صينيه، انا دي ركنتها على جنب لان دي هخليها عندي في البيت. انما بعد كده بقى اللي هم بالجبنه واللي بالشوكولاته، برضو دي على جنب ودي على جنب، هحط دي في علبه ودي في علبه. ولما اجي بقى اودي الحبايب ان شاء الله هحط لهم في علبتين، هحط لهم اللي هي بالجبنه في علبه واللي هي بالشوكولاته في علبه، عشان برضو لما هم يجي ياكلوا يبقى عارفين ان القرص طبعا مقفوله على نفسها، فمش باين ايه اللي جواها، مفيش حاجه طالعه منها ولا حاجه سايحه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين الشوكولاته او بديل النوتيلا دي مش طالعه ولا سايحه ولا اي حاجه. بصوا القرص مقفله على نفسها كويس جدا، حتى في الفرن مش هتفك ولا اي حاجه. وهتشوفوها لما تطلع من الفرن دلوقتي هيبقى شكلها تحفه وشكلها جميل قوي. اخر صينيه كده هعملها معاكم. بصوا بقى دي اللي بالجبنه، انا على فكره اديت لها رشه سمسم كده من فوق بحيث ان انا اميزها عن اللي هي بالشوكولاته. اخر صينيه دي على فكره كل الصواني دهنتها دهنه زيت خفيفه خالص، يعني هي بالفرشه دهنه كده بسيطه. العجينه ما بتلزقش وكل حاجه، بس برضو زيادة امان واحتياطي يعني ما يكونش في اي حاجه تلزق. بص بقى جمال القرص والله العظيم تحفه، مش عشان انا اللي عاملاها بس، والله فعلا تحفه. تحفه وصحيه جدا وكلها غذاء، يعني كل حاجه فيها مغذيه. بصوا بقى شكلها كده، على فكره انا حطيتها في الفرن، كنت بشغل كده من تحت الاول، واول ما احس انها خدت لون كده من تحت اروح طافيه من تحت ومشغله الشوايه عليها تاخد لون من فوق. دي القرص دي كلها اللي بالجبنه. اما اللي بالشوكولاته سبتها على جنب والساده سبتها على جنب. دي الكميه اللي عندي كانت بالجبنه. بصوا بقى الجبنه من جواها، او بصوا القرص من جوه اصلا عامله ازاي.
والله العظيم تحفه. لا تقولي لي بقى احسن فرن من بره ولا حاجات بره، حاجه عاملاها في بيتك ونضيف، وعملتي منها كميه حلوه حطيها في الفريزر تسحبي منها في اي وقت هتحتاجيه، ما تبقيش شايله هم الازمات كده انك محتاجه حاجه سريعه للولاد. وادي كمان القرص اللي بالشوكولاته اهي خطيره، طعمها وهم كده، والولاد حبتها جدا. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه النهارده. استنوني الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعالي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.